تعرف ان الطفل ده ضحى بنفسه علشان ينقذ حوالي 1000 شخص؟ في البداية ما تنساش اللايك والشير، ويلا بينا على القصة. في الستينات كان في طفل من شبرا اسمه مجدي فرحات. كان عنده 10 سنين، طالب في الصف الخامس الابتدائي في مدرسة بلال الابتدائية ب100 نمى في شبرا الخيمة. خرج مجدي يشتري خميرة لوالدته، وأثناء ما هو ماشي بالقرب من مزلقان 100 نمى شاف قضيب سكة حديد مكسور، والكسر ده كان كفيل يقلب قطر بالكامل، والقطر المجري المتجه من القاهرة الإسكندرية دقايق ويوصل لمكان الكسر. اللي خطر على بال مجدي انه قلع البلوفر بتاعه وبعد مسافة بعيدة عن الكسر وشاور بالبلوفر للسواق في تحذير، لكن كان كل خوفه ان السواق يعتبرها شقاوة ولعب عيال. وعلشان يثبت للسواق ان الامر خطير كان بيجري في اتجاه القطر، فالقطر فعلا وقف. نزل السواق والركاب واللي افتكروه في الاول بيتشاقى او بيلعب، ولكنهم بعد ما عرفوا الحكاية وانه انقذ حوالي 1000 راكب من على حافة الموت او الاصابة شالوه وحضنوه وشكروه وخدوا عنوانه. وبعدها عشرات من الهدايا بعتها ركاب القطر لبيت مجدي، وكرمته المصلحة بشهادات استثمار ورحلة لأسوان، وكتبت عنه الصحف والمجلات. فبورك في من رباك يا مجدي. لكن السؤال هنا، جيل اليوم بتاع المهرجانات، هل هيكون في واحد زي مجدي؟ دمتم في أمان الله، صلوا على رسول الله. ما تنسوش اللايك والشير، ونشوفكم على خير. السلام عليكم.